السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب اللهم آمين. بما إن رمضان جاي السنة دي بقى في الشتا يا بنات، والبليلة أساسا أكلة من الأكلات الشتوية الجميلة اللي كلنا طبعا بنحبها. ده غير بقى إن هي مغذية وطريقتها سهلة وبسيطة وجميلة جدا. وعايزة أقول لكم بقى يعني في ظل الظروف الصعبة اللي بنمر بيها وكده، فهي بصراحة سعرها رخيص جدا مقارنة طبعا بقى بسعر الفول والطعمية والزبادي اللي بصراحة سعرهم بقى مبالغ فيه جدا. كمان للأطفال بصراحة في رمضان مغذية جدًا وفيها قيمة غذائية عالية. تعالوا كده نعملها مع بعض بطريقة سهلة وبطعم جميل جدًا وقوام كريمي بدون بقى إضافة نشا، وبطريقة سهلة جدًا. يالّا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. ونبدأ بسم الله. ده نُص كيلو يا بنات، بتشتريه طبعًا من أي عطار، وعايزة أقول لِك والله لو جبتِ ب10 جنيه هيعمل معاكِ كمية حلوة أوي. ده شكل القمح كده بيكون مختلف عن القمح طبعًا بتاع الدقيق خالص. أهم حاجة تنقّيها كويس، يعني من أي حاجة بقى تكون موجودة فيها، لإن بصراحة بتيجي مش نضيفة خالص. وعايزة أقول لِك لو قُلتِ بقى هتنضف في الغسيل وكده لأ، مهما تغسليها بصراحة يعني مش الحاجات اللي فيها دي هتفضل موجودة زي ما هي. يعني اتعاملي معاها كده كأنِك بتتعاملي مع الرز بالضبط، نقّيها كويس لحد ما تحسّي إن هي خلاص بقت نضيفة معاكِ وما فيهاش أي أتربة. بعد كده بقى باخدها طبعًا باغسلها كويس مرّة و2 و3، وطبعًا وإحنا بنغسلها لازم نفرُكها بإيدينا كويس علشان بقى كل الأتربة اللي بتكون موجودة فيها تنزل في المَيّة. وأحسن حاجة كده وأنتِ بتغسليها تحطيها في مصفى علشان كده تضمني إن هي يعني كل الأتربة اللي فيها تنزل والمَيّة بتاعتها تبقى نضيفة كده ورايقة وجميلة معاكِ بالشكل ده. تمام كده هتنقعيها بقى من بالليل للصبح، ودي أفضل طريقة بالنسبة لي. بتديني بصراحة نتيجة حلوة جدا للبليلة في الطعم وكمان في وقت التسوية. هتلاقي الحبة بتاعتها بقى اللهم بارك تاني يوم يعني زادت بقى واتضاعفت وبقت بالشكل ده. وكمان كده المية لونها اتغير والبليلة نفسها لونها اتغير. وعايزة أقولك يعني لو مستعجلة عليها بقى ومش عايزة تبيتيها من بالليل للصبح، مفيش مشكلة ممكن تنقعيها ساعتين وبرضه هتلاقيها يعني نفشت معاكي كده وحجم البليلة برضه يعني زاد وتضاعف بالشكل ده. عايزة أقول لِك طبعًا ده حلو جدًا في التسوية، وهيساعدنا إن هي مش هتاخد وقت معانا خالص. وبس كده يا بنات بعد ما سِبتها كده من بالليل للصبح، حطيتها بقى في حلة كبيرة وحطيت عليها مَيّة من الحنفية مش مَيّة سخنة ولا حاجة. وطبعًا اخترت حلة كبيرة علشان لازم المَيّة كده تغطي البليلة وتكون أكبر شوية يعني من المقدار اللي فيها. ده طبعًا علشان ما تلزقش مني وكمان تشيط في قلب الحلة. هاسيبها بقى كده على نار يعني عالية شوية في الأول، وأول ما ألاقي بقى القمح غِلي كده هابدأ بقى يعني أهدّي النار عليه شوية، وممكن بقى يظهر على الوش كده لون أبيض بالشكل ده. يعني ما تقلقيش ده مش حاجة وحشة لأ، ده طبعًا من النشا اللي بيكون موجود جوّه القمح. فعادي خالص ممكن تشيليه وممكن تسيبيه ما فيش أي مشكلة. أهم حاجة بقى في الوقت ده يعني تهدّي النار بقى كده وتغطّيها، بس تواروي كده الغطا شوية علشان طبعًا ما تفورش منِّك. لو الغطا مقفول يا بنات يعني هتفور وهتبهدل البوتاجاز معاكِ. ما شاء الله ما أخدتش معايا وقت خالص واستوت وبقت بالشكل ده. طبعًا أنتِ لو حسيتِ إن هي شربت المَيّة ولسه ما استوتش، عادي جدًا زوّدي من كوباية لكوبايتين مَيّة من الحنفية ما فيش أي مشكلة. ده شكلها بقى بعد التسوية، طبعًا علشان نقعتها شوية كده حلوين ما أخدتش معايا وقت خالص. يا دوب كده من 10 ل15 دقيقة تقريبًا وكانت استوت. هتلاقي بقى القوام بتاعها كده تقيل واختلف خالص ولونها كده فتح. وده طبعًا علشان يعني نزّلت كل كمية النشا اللي موجودة فيها. وطبعًا ما حطيتش يا بنات نشا ولا أي إضافات. بصراحة باستغرب جدًا لمّا باشوف ناس بتحط نشا وبتزودها بنشا وشوية مَيّة. كل الحكاية لازم تغسليها كويس وتنقعيها كويس، وهي بصراحة هتتقل معاكِ ويبقى لونها كده. مَيّتها كمان بتكون تقيلة كده شبه يعني البليلة اللي بناكلها على العربيات. هتلاقي كده حباية القمح يعني لونها فتح معاكِ وفتحت كده من بعضها وحجمها زاد. كده تبقى استوت اللهم بارك تسوية مضبوطة. وشكلها ما شاء الله جميل جدًا بدون أي إضافات. لو وصلتِ بقى معايا لحد هنا في الفيديو صلّي على النبي في التعليقات وحُطّي لايك لأختِك علشان الفيديو يروح لناس تانية كتير. لو حابة تعمليها بقى لرمضان زي ما هي كده، استني طبعًا لمّا تبرد خالص واحتفظي بيها بقى في أكياس تلاجة، وحطي كده في كل كيس على قد الكمية اللي هتستخدميها، وبس كده تحطيها في الفريزر على طول. وخرّجيها بقى وقت الاستخدام وزوّدي عليها بقى اللبن أو الحليب بتاعِك. طعمها والله يا بنات بيفضل زي ما هو ما شاء الله ولا بيغيّر ولا حاجة، أنا دايمًا باعملها كده. أنا هنا بقى هاخد منها شوية كده على قد الاستخدام، وهاسيب بقى الباقي كده لحد ما يبرد خالص واحطهم في الفريزر في أكياس. وطبعًا يعني ما تحطّوش اللبن على كمية البليلة كلّها، يعني لو الكمية بتاعتِك كتيرة، علشان طبعًا كل ما هتقعد كل القوام بتاعها كده ما هيتقل وهتحتاجي كده تحطّي لبن من تاني. أنا جِبت كده حوالي لتر من اللبن،
وضفت عليه كده 5 معالق كبار من السكر على قد طبعا الكمية. السكر طبعا براحتك خالص، لو حابة تزودي سكر زودي. لكن انا بالنسبة لي الكمية دي مظبوطة جدا. حطيت كمان معلقتين كده كبار من الكريم شانتيه الخام. والخطوة دي يا بنات اختياري، لو مش موجودة عندك مفيش أي مشكلة، هي طعمها جميل. ويعني احنا اتعودنا ناكلها كده من أهالينا بدون أي إضافات. وعلشان بس ريحتها تبقى حلوة كده مش أكتر، أنا حطيت كمان كيس فانيليا. بيفرق قوي في طعمها وكمان في ريحتها. وبس كده هقلب بقى كل المكونات مع بعض طبعا علشان السكر بقى يدوب مع الكريم شانتيه مع الفانيليا بالشكل ده. وهاخدها بقى كده على طول وانزل بقى بيها على طول كده على البليله بتاعتي. وعايزه اقول لكم بقى في الوقت ده لازم نقلب بسرعه يا بنات. طبعا علشان الحليب يعني ما يسقطش في قلب الحله من تحت، ولما نحطها على النار يشيط معانا. تقلبي كده على طول. وبعد كده بقى تاخديها على نار هاديه. حطيتها على نار متوسطة يا بنات، وفضلت أقلب فيها كده لحد ما حسيت إن قوامها بقى تقيل معايا. ويعني مظبوط بالشكل ده. وطبعا كل ما هتغلي معاكي أكتر كل ما هتتقل معاكي أكتر. وده طبعا علشان النشا اللي في القمح مع الحليب هو اللي هيتقلها. احنا بصراحة بنحب قوامها يكون وسط كده، ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. هسيبها كده تغلي يدوب 5 دقايق بس. لحد كده ما قوامها يكون كريمي كده وخلاص، تكون بقى يعني كده جاهزة معايا على التقديم. مش هتسيبيها طبعا في الوقت ده فترة كبيرة لأن هي مستوية يدوب بس بتاخد من طعم الحليب والحاجات الجميلة اللي ضفناها فيه. وبعد كده بنقدمها على طول. وبما إننا بقى في الشتا وبنحب بقى نقدم الحاجات سخنة، فأنا قدمتها سخنة كده على طول. عاوزاها طبعا تسيبيها تبرد برضو زي ما تحبي. أهم حاجة كده يا بنات وانتوا بتقدموها قلبوا كده من تحت لفوق. علشان كده يعني تكون مظبوطة كده وشاربة كمية حليب كويسة وانت بتقدميها. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عملت معايا كمية حلوة قوي. قوامها كريمي وناعمة جدا وطعمها حلو كمان ريحتها حلوة جدا. وعايزة اقول لكم بجد لو عملتوها بالطريقة دي هتحبوها قوي. انا بحب البليله بقى بصراحه زي ما اتعودت عليها من امي الله يرحمها، بدون بقى ما احط على الوش مكسرات ولا زبيب ولا سوداني ولا اي اضافات. علشان هي مش رز بلبن يا بنات. البليله احنا اتعودنا ناكلها كده، طبعا انتي بقى لو بتحبي تزودي على الوش اي اضافات زي ما تحبي طبعا. بصوا بوريكم هنا عملت معايا كميه اطباق حلوه جدا في التقديم، وكمان اتبقى معايا شويه حلوين جدا. بجد جربوها بالطريقة دي إن شاء الله هتحبوها جدا. وزي ما قلت لكم حابين بقى ترشوا على الوش أي مكسرات، ده يرجع لكم حلوة قوي بجد في الفطار وفي العشاء. وكمان في فطار رمضان يا بنات تنفع كده بديل للتمر. وعلى السحور بديل للفول بقى وللطعمية اللي سعرهم بجد يعني بقى الله المستعان. يعني شوية كده صغيرين ب10 جنيه هيعملوا معاكي كمية حلوة قوي. جربوها إن شاء الله وهتعجبكم جدا. وبتمنى كده يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى حطوا لايك للفيديو عشان يروح لناس تانية كتير. صلوا على النبي في التعليقات يا بنات كتير زي ما احنا متعودين دايما. واشتركوا في القناة علشان يعني القناة تكبر بيكم كده وبوجودكم معايا. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.